معاك 30 ثانيه تقول لي ايه الفرق ما بين الدم والمحاليل، ومبدئيا كده انا مش عايز اجيبها متوقعه. ده اول سؤال اتسالته بعد تقديم نفسي ل اتش ار في احد المستشفيات الخاصه، اللي هو يعني بدايه القصيده زي الفل. قلت له طب تمام، يعني انت حضرتك تقصد الفرق ما بين الكريستولويد والكولويد؟ فانا اول ما قلت كده انا لمحت فيه ابتسامه متداريه، فاول ما كده تمام انا كده ماشي في الطريق الصح. قلت له والله بكل بساطه احنا لو هنعمم بقى يبقى هنتكلم عن الكريستولويد والكولويد. الكولويد دوت بكل بساطه ديت محاليل، الجزيئات بتاعتها كبيره فبتفضل فتره طويله في البلازما، فبتزود حجم الدم دوت زي الدم مشتقاته والالبيومين. على عكس الناحيه التانيه الكريستولويد او المحاليل بقى بانواعها سواء ملح او رينجر او جلوكوز بالتركيزات بتاعتهم طبعا، دولت الجزيئات بتاعتهم الحجم بتاعها قليل، فبيعرفوا يعدوا من جدران الاوعيه الدمويه وما بيفضلوش فتره طويله في البلازما. قال لي طب انت مش ناسي في تفصيله بسيطه؟ قلت له هي حاجه بسيطه، هو ان الجلوكوز يقدر يعدي ويخش الخليه، اما الملح والرينجر ما بيعرفوش يعدوا. فاول ما قلت له كده ايه طيب الدنيا تمام، قال لي والله لسه ربنا يسهل، لسه في اسئله تانية لسه هنسالها وهنشوف ايه الدنيا. بمناسبه الدم، لو محتاجين فيديو نتكلم فيه عن انواع المحاليل اللي ينفع تركب مع الدم وهو شغال، والمحاليل اللي تتركب قبل الدم في حالات النزيف، اكتبوا لي تحت في التعليقات. سلام.